في كأس عاصمة مصر الأهلي بيخسر من إنبي بهدف مقابل لا شيء من ضربة جزاء. خليني أتكلم وأقول إن كأس عاصمة مصر بطولة زي كأس مصر، زي الدوري الممتاز، زي السوبر المصري، زي أي بطولة. ما حدش يقول لي بقى إن أنت بتجرب فيها لعيبة وإن في فرق بين الأساسي والاحتياطي، لأن لما تيجي تتكلم على النادي الأهلي الطبيعي والمفروض إن اللاعب الأساسي زي الاحتياطي، إن الصف الأول زي الصف الثاني. أنت بتتكلم على لعيبة متوفر ليها لبن العصفور بلغة الكورة، وكل ما تحمله الكلمة من معنى أقصدها بالحرف الواحد. لعيبة الأهلي متوفرة لها لبن العصفور. لو اتكلمت على قطاع الناشئين هتتكلم على حمزة عبد الكريم، على بلال عطية عروض احتراف بقى في برشلونة وبايرن ميونخ، هنتكلم على عمر سيد معوض ريال بيتيس والدوري الإسباني. حتى قطاع الناشئين يعني حتى الأسيوطي الشاب اللي لسه نازل الباك اليمين في لمسة وفي لعبة وباين إن هو خامة كويسة. ولكن خلينا نبدأ بقى من حراسة المرمى. احنا عندنا الشناوي ومصطفى شوبير وعندنا حمزه علاء بتجيب سيحه. سيحه حارس مميز، الكور اللي راح لها تعامل معاها ولعب كويس وحارس كويس. عندنا زحمه في مركز حراسه المرمى، عندنا اربعه. هل يا ترى هتستبعد الشناوي وتدي الفرصه للثلاثه الشباب بقى وتنزل بمعدل الاعمار، يبقى شوبير وسيحه وحمزه علاء والثلاثه ينافسوا والافضل هو اللي يلعب؟ ما اعتقدش. لازم حارس من الاربعه هيموت، وبعد فشل التجربه بتاعت حمزه علاء فهترجع ريم على عادتها القديمه، وقصه ما بتخلصش في الكره المصريه، بتجيب لعيبه ما انتش محتاجها. تعالوا بقى في خط الدفاع، الكارثه الكارثه الكارثه. مصطفى العش مش مستوى الاهلي قولا واحدا. بيكهام بيجي الاهلي ويخرج اعاره ويرجع من الاهلي، ده وصل بيه المرحله ان هو كابتن الاهلي. مين اللي جاب بيكهام؟ مين اللي سماه بيكهام اصلا؟ مين اللي سماه بيكهام؟ ولا بيرفع ولا بيلعب عرضيات ولا بيدافع كويس ولا اي حاجه شفناها منه خالص. اشرف داري يعني هو ابوه، هو وكيل اعماله. مقلب يعني ايمن الكاشف وهو بيعلق على المباراه بيقول لك في موسمين لعب 23 مباراه وبيقبض بالدولار ومرتبه ماشي، ومن اصابه لاصابه. انت متخيل الاهلي لبس لاعب عامل ازاي؟ ولا انضم للمغرب في بطوله الامم الافريقيه ولا البطوله العربيه، ولا بيلعب في الاهلي، ومن اصابه لاصابه، وحتى مستواه من سيء لاسوء. محمد شكري لا يقارن بكريم الدبيس، لا يقارن بكريم الدبيس. مش هقول لك بقى معلول كان لسه يدي للاهلي سنه واتنين كمان مستريح، ولكن انا ما اعرفش مين اللي مشى كريم الدبيس وجاب محمد شكري ومضاه 3 سنين وعقد ومضي. ما اعرفش اللي بيختار بناء على ايه. عمر كمال عبد الواحد هو نسي الكوره. مش ده بتاع المصري، ولا ده اللاعب اللي كان مكسر الدنيا في فيوتشر، ولا بينضم للمنتخب. مش هو ده. في حاجه غلط. عمر كمال عبد الواحد مش مستوى الاهلي. يبقى كده باستثناء سيحه كل اللي قلت عليهم دولت كوارث. ديانج لاعب كبير بس هو الفرقه بايظه، هيعمل ايه وسطها؟ احمد رضا كان بادئ بدايه كويسه، اتركن البعد عن المباريات. هنقول لك ان خرجوا اعاره، هنقول لك مش عارف ايه. المفروض الطبيعي ان اللعيبه دولت بدلاء للاعيبه الدوليين اللي هم في المنتخبات بقى، سواء منتخبات عربيه او منتخب مصر. المفروض دولت البدلاء الاوراق الرابحه اللي على دكه الاحتياطي. انت متخيل اكون مزنوق في ماتش، زيزو مش ماشيه معاه، بن شرقي ما بيلعبش، امام عاشور مش ماشيه معاه، واحد زي تريزيجيه الكره مش حباه، مش عارف ايه، انزل انا مين من بره؟ دولت الدكه اللي معايا. طيب تعالى بقى كوكا. يعني انا مش عارف، حبه فوق وحبه تحت. يعني حتى لما رجع لعب باك شمال مكان العش اللي لعب مكان شكري، يعني هو يسترب، يعني هو بيحاول. هي دي القماشه اللي موجوده، هو مش هينزل يلعب. السلوفيني جريديشار، انا يعني هو لاعب 90 دقيقه وهو وطاهر. يعني انا والله ما اعرف هم يعني في الاهلي ليه. انا شخصيا ما اعرفش هم في الاهلي ليه. محمد عبد الله يعني بلاش بقى نقول خبره ولسه سنه صغير. انت لعبت مع الاهلي واكتسبت الخبره واحتكيت بماتشات ولعبت في ماتشات اسهل من كده بكتير. فين محمد عبد الله؟ فين محمد عبد الله؟ يناير هيكون في غربله في الاهلي. اللي انا شفته في ياستروب المدير الفني للنادي الاهلي، هو واقف على الخط عايز يكسب، عايز يعمل فرقه. الراجل ما بياخدش العمليه تجربه، لا هو هيكتب تقرير وهيقول لك ده مكمل وده مش مكمل، ومحدش هيعرف يعارضه. حتى وليد صلاح الدين قاعد يعني هو مش عاجبه الوضع، بس هي دي القماشه المتاحه. في لعيبه في الاهلي في يناير هتتغربل، هيكون في غربله في الصفقات. ما ينفعش يكون ده مستوى الصف الثاني او النجوم الثانيه في النادي الاهلي. حسين الشحات لسه راجع من اصابه، لعب 10 دقائق، شاط له شوطه هي شكلها حلو لكن هي بعيده اصلا عن البرواز. حمزه عبد الكريم والله بيحاول وخامه مبشره جدا. وبالمناسبه هو برشلونه بعت العرض الرسمي ان هو عايزه ببلاش، يعني اعاره. لو اللاعب كويس انا هاخده وانا برشلونه وبالاسم. طب انا كاهلي استفدت ايه؟ ولا ماديا ولا اي حاجه خالص، فاكيد مش هينفع.
في ظل بقى ان في حد زي بايرن ميونخ بيتكلم عليه وليون الفرنسي، فاعتقد الموضوع صعب. الاهلي يعني لازم يستفيد ماديا، ده ابنه واحد من قطاع الناشئين، يعني الاهلي مش هيفرط في لعيبته بسهوله. كاس عاصمه مصر يعني هي دي المجموعه اللي هتكمل معانا. نتمنى ان الاهلي يعرف احتياجاته، ولكن هنعيد ونكرر ونزيد كلام كل الاهلاويه، كلام كل الاهلاويه: راس حربه، باك شمال، اتنين مساكين على مستوى عالي جدا، 3 مراكز بنعاني منهم. خلينا نشوف كاس العاصمه مخبينا ايه في الايام اللي جايه. ان شاء الله الاهلي يقدر في يناير يجيب الصفقات. ما بنتكلمش على بطوله، احنا بنتكلم بقى على دوري، على كاس مصر، على دوري الابطال. بنتكلم على تيم الاساسي فيه زي الاحتياطي. نتمنى التوفيق للاهلي في القادم. مسك الختام هو السلام عليكم.